وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما النصر إلا من عند الله. هذه الآية ترسل رسائل لنا جميعا، لصغارنا وكبارنا وحكامنا ومحكومينا. أتريدون النصر؟ خذوه من عند من يملكه، والذي يملك النصر هو الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ذكر من أسمائه في قوله: وكفى بربك هاديا ونصيرا. الله سبحانه وتعالى هو النصير الحقيقي، الله عز وجل هو واهب النصر. فإذا أردنا النصر فلنطلبه من ربنا سبحانه وتعالى، فلنطلبه من ربنا عن طريقين. الطريق الأول أن ندعوه مباشرة: يا نصير انصرنا، انصر ضعفاءنا، انصر مساكيننا، يا ربي انصر قضايانا، يا ربي انصر ديننا، يا ربي انصر مجاهدينا، يا ربي انصر الدعاة إليك والمجاهدين في سبيلك، يا ربي انصر القادة الذين يبذلون من أجلك ويحاولون جاهدون أن يقيموا شرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والطريق الثاني بأن نحكم شرع الله. الله عز وجل قال لنا في آية واضحة بينة فيها أداة شرط وفعل شرط وجواب الشرط: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يعني إن لم ننصر الله سبحانه وتعالى من خلال نصر شرعه وتحكيم كتابه واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فلا نحلم بالنصر. مالك النصر هو الله، والله سبحانه وتعالى النصير بين لنا أسباب النصر: هو أن نتبع نهجه، وأن نتمسك بشرعه، وأن نجعل النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو القائد لنا، وهو القدوة لنا، وهو الأستاذ لنا. بغير هذه الطريقة لن ننصر. قال الله عز وجل: إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. بغير توفيق الله وإعانة الله ورضاء الله عنا لن ننتصر. إذن ما هو الطريق للنصر لقضيتنا في فلسطين، قضيتنا في سوريا، قضيتنا في بورما وفي كل جزء من بلاد مشهد يروي ضياع كرامة الإنسان؟ هو أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى، هو أن نلبي نداء الله عز وجل الذي ينادينا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. أن نلبي نداء الله بصدق وإخلاص: حي على الجهاد. هنا ننتصر، هنا نتفاءل.